السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في مطبخ حبيبة للأكلات والحلويات. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، توحشوني من الفيديو للتاني والله. النهاردة نزلت بقى عقبال حبايبكم يا رب جميعا. نزلت جبت لبنتي حاجات لجهازها، فأنا حبيت أفرحكم معايا وأشارككم معايا في أي حاجة أنا بجيبها، فقلت لازم أوريكم الحاجة اللي أنا بجيبها. فقلت انا مش هفتحها غير ايه وانتوا موجودين معايا، لازم اوريكم الحاجه اللي انا بجيبها. طبعا انا جهزت بنتي الاولانيه الحمد لله، وكنت بوريكم الحاجه اللي انا بجيبها، فما كنتش في حاجه كنت بجيبها ما كنتش بوريها لكم. فدلوقتي انا نزلت بقى بنتي التانية الحمد لله، يعني قربت برضو تتجوز وكده، فانا قلت ايه بجيب لها الحاجات، فانا قلت اي حاجه اجيبها لازم اوريها لكم، لازم تشاركوني الفرحه، لان انا يعني ما ببقاش فرحانه غير وانتوا معايا. فنزلت النهارده جبت لها حاجتين، هبدا كده اوريها لكم. بس طبعا قبل اي حاجه اوعوا تنسوني في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ده لو عجبتكم يعني الفيديوهات البسيطه اللي انا بعملها. نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم بارك يا رب كده في الحاجه. ابدا اوريكم انا جبت لها ايه. لا كده كده ايه، ايوه شاطره يا حبيبه. نبدأ كده نشوف ايه بقى، خليك انت معايا حلوة، بس انا بس لما افتح دي الاول وبعد كده ايه افتح الكرتونة التانية. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده ايه؟ طقم حلل. بصوا الجمال، طقم حلل جراند. بص جماله جميل والله، يعني انا جايبه لها برضو طقم حلل قبل كده، جايبه لها جرانيت برضو. ده بقى ايه، ده يبقى لاستعماله اكتر اكتر انت، عشان التاني تقيل قوي برضو. تمام، بصوا الجمال وتقيله، الحله تقيله ومدموغه عليها الدم. بصوا جمالها دي كده. اول حاجه نحطها كده. شوفوا الحله الثانيه، هما ايه، هما 4 حلل. بصوا ادي حله تانية اهو، بصوا لها كده. ودي اكبر حجم. الحله الكبيره والله جميله، دي هيبقى على فكره استعمالها كتير كده اهو. ودوت الكوبش بتاعي جاي معاها كوبشتين اهو والسيليكون. تمام، طبعا انا كده كده هجيب لها برضو طقم توزيع كامل، بس دول جايين ايه مع طقم الحلل كده. وفي حله كمان اهو، انا مش عارفه بتسحبني في الفتح. بصوا الجمال، دي اصغر واحده في الحجم، اصغر حجم في الحلل، والله جمال جدا. جمالهم كده كده. خلاص دي شيل الكرتونه دي بقى وافتح لكم الكرتونه الثانيه اوريكم بقى. شطوره يا حبيبه، هاتيلي بقى كده يا حبيبه، هاتيها لي كده، قربها لي. افتحها؟ افتحها يا حبيبه كده يلا. كيس السكينه يا حبيبه. خلاص يا بيبي شطوره، خلاص شطوره، خلاص كده شطوره. بسم الله الرحمن الرحيم. ده طقم عشاء
بسم الله الرحمن الرحيم. ونطلع بقى الطقم ده، عايزه افرجكم عليه، قولوا لي رايكم في جماله. بصوا الجمال ده، طقم عشاء. دول عباره عن 6 اطباق. تمام، دول 6. بصوا جمالهم اهو، 3 كده 6 اطباق. حطهم فين؟ اهو كده، وده السرفيز الكبير. بصوا الطبق الكبير دوت، شايفين جماله؟ هو عبارة عن 25 قطعة. هنا 6 اطباق تاني. تمام، ثم ايه لفينهم مع بعضيهم. دول كده 6. وادي 6 تانيين، احجام تانية مختلفة. وكده 3 احجام كده لحد الحجم الرابع، كده 4 احجام. تمام، بصوا جماله كده. ايه تاني؟ في بقى البولات الصغيرة. بقى البولات الصغيرة ادي 3 بولات اهي، و3 تانيين. بصوا يعني هي دي يعتبر دي حاجة بسيطة، بس طبعا غير انها بسيطة، الحاجات بجد الاسعار يعني زادت الضعف. يعني انا الاسعار كنت جايبه الحاجات دي لبنتي الاولانية، يعني كان بصراحة كان بنص السعر اللي انا جبته النهاردة. فالاسعار زادت بجد بطريقة يعني بشعة. بس عامة احنا يعني الواحد هيجيب الحاجات اللي هي الايه، اللي هي للاستخدام، الحاجات اللي هي المهمة. مش هنجيب كترة وخلاص. يعني انا مثلا هجيب 3 طقمة حلل بس. هجيب 1 تيفال، 1 جرانيت، وواحد استانلس. تمام كده 3 طقم حلوين قوي. يعني مش هكتر اكتر من كده، لان اصلا مش بالكترة مش بالعدد والله. يعني بتبقى حاجات بسيطة، بس بتبقى حاجات كويسة. وطبعا لسه في طبعا حاجات كتير. انا جبت الطقم الصيني برضو، هبقى اصوره لكم لان هو مغلف خالص، انا لسه ما فتحتوش. هعمل لكم بيه فيديو برضو بطقم الصيني وطقم الاستانلس اللي انا جبته. هعمل لكم فيديو بيه تاني، لان انا اللي قدرت دولت اللي قدرت اوريهم لكم بصراحه. دول اللي جبتهم النهارده، انما التانيين جبتهم قبل كده فما كنتش لسه فتحتهم. فانا هفتحها لكم اوريكم. فبس بجد يعني هو الاسعار زياده قوي. بس انا مش هجيب حاجات كتير. يعني انا هجيب الحاجات اللي هي اللي هي المهمه. يعني مش هزود مثلا، مش هجيب 4 5 طقم حلل، لا مش كده خالص خالص. يعني انا زي ما قلت لكم انا هجيب 3 طقم بس. وبالنسبه لده طقم عشاء، وهجيب طقم صيني، وهجيب طقم الكوبال، وخلاص تمام قوي على كده. مش هجيب تاني طقمه تاني. يعني انا مش هكتر في العدد وخلاص، لا. انا هجيب الحاجات اللي هي المهمه، الحاجات اللي هي تبقى موجوده ومحدش يتكلم ولا حد يقول حاجه. تمام، وتبقى في نفس الوقت مش ناقص حاجه. لان بجد بالاسعار دي كده حرام. حرام يعني حرام الواحد يجيب حاجات بزياده قوي كده. فكده يعني نقول برضو الحمد لله. يعني كده الحاجه يعتبر تمام. لسه هجيب لسه كاسات، ولسه هجيب الكوبايات. لسه يعني في حاجات كتير بصراحه، كتير ناقصه. وبكره ان شاء الله ربنا يكرم، ان شاء الله بكره باذن الله هروح اجيب لها الملايات. وان شاء الله لما اجيبها هوريها لكم. يعني انزل كده كل فتره كده انزل اجيب لها حاجه. وانا طبعا الحاجه اللي انا بجيبها
بكتبها وبأيدها عشان خاطر تبقى انا عارفه انا جبت ايه اللي ما جبته وايه اللي ناقص ما جبتوش، عشان باذن الله اكون يعني ايه على قد ما اقدر احاول اكمل لها حاجتها. لان بجد الحاجه كل يوم في زياده، يعني الحاجه اللي هتتجاب النهارده ب100 يا عالم بكره هتبقى بكام. فالواحد بيقول يجيب الحاجه على يعني عشان خاطر ايه قبل الحاجه ما تغلى اكتر من كده. وطبعا يعني والله العظيم فرحة الواحد وهو بيجيب الحاجة من استيال غلو، يعني مش فارق معايا غلو الحاجة قد ما انا فارق معايا فرحتي وفرحة بنتي بالحاجات اللي انا جبتها. وعقبال عندكم يا رب وعقبال حبايبكم. وبجد والله العظيم انا ببقى مبسوطة وانا ببقى بوريكم الحاجة اللي انا بجيبها. فبجد والله يعني حقيقي وجودكم معايا. استني ما تقفي، استني يا حبيبي. هي كانت عايزاني خلاص اوقف كلام معاكم، انما انا قلت لها لا انا بجد بتضايق وانا مش موجوده معاكم. ببقى فرحانه وانا موجوده معاكم والله. بس انا حاسه انا طولت عليكم، بس والله العظيم يعني الحكايه مش حكايه لا جهاز ولا حكايه لا حكايه فرحه بتشارك معاكم فيها. انا ببقى مبسوطه وانتم موجودين معايا وانا بوريكم كل حاجه انا بجيبها. وكل اللي انا عايزاه بس تقولي لي الف مبروك وربنا يتمم على خير، وبجد ما تحرمش منكم ابدا يا احلى واعز اخوات ومتابعين في الدنيا كلها. وعقبال حبايبكم جميعا يا رب. وانا اي حاجه بعد كده هجيبها ان شاء الله هوريها لكم واصورها وعشان تشاركوني معايا فرحتي في الحاجه اللي انا بجيبها. واقول لكم بقى ايه، واقول لكم انا خلاص انا طولت عليكم، واقول لكم بس قبل اي حاجه وهتنسوني في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وسامحوني لو انا كنت بقصر معاكم في الفيديوهات، ولكن والله يعني انا مشغوله حقيقي كتير، يعني والله الواحد يعني وراه حاجات كتير مخلياني معطلاني ان انا ما بنزلش فيديوهات خالص. انما انتوا شاركوني فرحتي وما تنسوش في اللايك والشير، وعشان خاطر انزل لكم كل جديد. حسوني كده ان انتم موجودين معايا عشان خاطر انزل لكم اي حاجه انا بعملها. وقبل اي حاجه احب اقول لكم مع الف الف سلامه وعقبال حبايبكم يا رب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.